فيديو النهاردة هحكي لكم فيه حكاية من حكايات الزمن الجميل. زمان كان موجود في القاهرة مجموعة من الطباخين اللي كانوا بيمارسوا مهنة الطبخ في بيوت علية القوم أو في الأفراح والحفلات، وكانت للمجموعة دي أهمية وشهرة في وقتهم ده بسبب إن كان بيتعمل حفلات وأفراح وولائم كتير. كان الطباخ شخصية من الشخصيات المهمة والمؤثرة في حياة القاهرة في الوقت ده، لأن هو اللي كان بيسيطر على حفلات الأفراح والولائم والمناسبات اللي كان بيهتم فيها الناس بالأكل اهتمام ملحوظ. كان للطباخين دولة تشبه كده دولة المطربين والمطربات، لكن أسماء الطباخين ما اشتهرتش زي شهرة أسماء أهل الطرب، باستثناء بعض الطباخين كانوا معروفين وأسماء بتلمع في الجيل ده، بس كان أشهرهم عزوز العشي اللي كان ليه مطعم معروف في شارع عماد الدين قدام محلات جاتينيو. وكلمة العشي معناها اللي كان بيحضر وجبة العشاء. وكانت لعزوز نوادر مع المشهورين من أهل الفن في مصر واللي اشتهروا بإقامة المسابقات في الأكل، وكانت المسابقات دي معروفة في القاهرة جدا في الوقت ده، وكان الناس بيتراهنوا عليها. وفي مرة واحد اتراهن على انه ياكل 10 فطاير بالسمن البلدي، وتحدى الناس فقبل التحدي واكل الفطاير ال10، لكن للأسف اتوفى بعدها، ربنا يرحمه ويغفره. وقتها كان موجود فرق بتتراهن على الأكل، ومن أشهر الفرق اللي كانوا بيتراهنوا على أكل كميات كبيرة من الوجبات هي فرقة الأستاذ زكي طليمات الممثل والمخرج المعروف. وكانوا دايما يختاروا مطعم عزوز العشي علشان يعملوا فيه المسابقات بتاعتهم، فكانوا بياكلوا لغاية ما يفضوا كل أطباق الأكل اللي قدامهم. وفرق هواة الأكل دول كانوا معروفين باسم الدباغين، وكانت ليهم شهرة كبيرة في وقتهم ده. وكانت المطاعم الكبيرة في القاهرة بتحمل أسماء المشهورين من الطباخين والسماكين والكبابجية اللي كانوا بيعملوا الأطعمة المختلفة بنفسهم، وكانت الناس بتاكل عندهم علشان شهرتهم في أعمالهم. ولغاية النهاردة موجودة بعض الأسماء اللي كانت ليها شهرة بسبب أصحابها، لكن أولادهم وأحفادهم ما يعرفوش سبب الشهرة اللي ورثوها، ففقدت للأسف المحلات والمطاعم دي قيمتها الحقيقية، وفضلت من أجل المكسب فقط، ولكن بلا قيمة اللي كانت موجودة زمان. والفيديو اللي جاي إن شاء الله هحكي لكم فيه حكايات عن الدباغين. المصدر كتاب حرافيش القاهرة للكاتب عبد المنعم شميس. وهي دي كانت حكايتنا النهاردة، انتظروني في فيديو جديد وحكاية جديدة إن شاء الله.